السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، ماتش فاركو. جايين يعني بصراحة زعلانين من الماتش اللي فات، وطموحنا ان الفرقة تصالحنا النهارده. احنا والجماهير كلها جايين بنفس الاحساس، التغيير اللي كنا بنقول عليه في بداية المباراة بنزول ديانج بدل قفشة. موجود النهارده ديانج في التشكيلة، ده اللي احنا كنا بنقول عليه. يعني يلا ناخدكم الاستاد وان شاء الله الاهلي يروحنا النهارده مبسوطين. يلا بينا. لسه الاهلي بيجس النبض، ضاغط ماسك كوره، جماهير سخنانه. مسهل يا رب، الاول في الطريق ان شاء الله. دقيقه 10 لغايه دلوقتي، الاهلي ضاغط، الاهلي كويس، جماهير متفاعله جامد مع الموضوع. يا مسهل يا رب. ديانج، يعني ديانج اللي احنا كنا بنقول عليه هو اللي فارق، هو اللي في سرعه في نص الملعب، في تحرك اسرع. الاول جول جول جول. لسه بنقول الموضوع اسرع، في التحركات اسرع الاول واحنا لسه بنتكلم. الحمد لله الحمد لله. يا مسهل يا رب. 3-4 النهارده ان شاء الله يصلحونا باذن الله. لسه ما بنكملش كلامنا، الدقيقه 15 تريزيجيه بيجيب الثاني. هو ده الاداء، هو ده اللي توقعناه، هي دي المصالحه اللي احنا قلنا عليها واحنا لسه في الاول. يا مسهل يا رب. لسه 3-4. اللعيبه دي لازم تثبت ويدوا رساله للدوري كله ان احنا لا، اللعيبه دي قد المسؤوليه، قد الاداء اللي انتوا كنتوا متخيلينه، هو اللي هيتم ان شاء الله. نرجع للفار والحكم بيلغي الجون، يعني على ما اعتقد جون صحيح. زيزو عالمي يا ابني والله. لسه بقول له مشي الدنيا شويه، بيفاجئ الدنيا. الدقيقة 23 على طول الملك زيزو بيعزز بالتاني بعد الجون اللي اتلغى. احسن لعيب في مصر، وكل الناس كانت بتقول عليه كده طبعا قبل ما يجي، وهيزال وهيثبت كده ان شاء الله يعني. فالماتش ده لسه مفتوح، الاهلي نفسه مفتوحة. تريزيجيه ان شاء الله يسجل، يعني نفسه تبقى احسن. يا مسهل. لسه بداية الشوط الثاني بنزول بن شرقي بدري، هو ده المطلوب. لسه زي ما بنقول الثالث جاي والرابع. الماتش الاهلي نازل ضاغط، نفسه مفتوحه برضه. هو ناوي النهارده يصالح الجماهير زي ما قلنا كده، جايين الاهلي يصالحهم. تاني اول ما بدانا زيزو لسه بنقول يا هادي، لسه هنقول ربع ساعه من الشوط الثاني زيزو بيفاجئنا زي ما قلنا بالظبط. الثالث اهو، لسه في الرابع. لسه هايل يا ابني، هايل والله. لسه بدري عليه، هياخد فورمته، لسه بدري. يا ولد الرابع حسبت اللاين مان تمام. الاهلي صالحنا النهارده، جايين كلنا زعلانين. ايه رايك في الاداء؟ لا، النادي الاهلي نادي كبير ومعاه فرقه كبيره، بس احنا عايز انسجام. الانسجام يجي النادي الاهلي ما حدش واقف قدامه. بالظبط، لعيبه فاقت شويه، تغيير الديانج، وجود ديانج ما يقعدش لحد، نزول بن شرقي بدري، كل الحاجات اللي حصلت دي. ديانج ما يقعدش لحد طبعا. ده اللي كنا بنقوله من كاس العالم. وانت جاي تشوفي مين النهارده؟ زيزو ومين تاني؟ زيزو وبن شرقي اتبسطنا النهارده يعني. الاهلي جاب 4 تجوان، بص جماهير اتبسطنا يعني. طب الحمد لله. بس رايك في الاداء النهارده ايه؟ اللعيبه بسطتنا، جايين نتصالح منهم من اللي حصل الماتش اللي فات. بدايه ديانج بدري، نزول بن شرقي بدري، ايه رايك في اللي حصل ده كله؟ هو بصراحه النهارده الاداء كان كويس خالص، واللعيبه كانت رجاله. وكان عندي تعليق واحد بس على الحكم. يعني انا مستغرب ليه اعطى انذار تاني لهاني، مع ان خلاص الوقت خلاص انتهى. حلوه النقطه دي، جميله. ما كانوش هيلحقوا يتعادلوا، فليه يدي انذار تاني؟ هو بيقول للهاني، بيقول له اطلع من هنا، هو قريب من الخط الثاني، فبيقول للهاني أيوة. اطلع من هنا. هاني عنده وطلع من الناحيه الثانيه، حركه انا شايفها ناشئ ما يعملهاش. ليه العند؟ كان المفروض كان هي تعدي بس يعني ما كانش ليها لازمه. عموما في الاجمال الاهلي كان فريق كله رجاله وعملوا اداء الحمد مميز. لله ان شاء الله بقى ابطال الدوري كله. الحمد لله. شكرا. اعرف رايك ايه النهارده؟ اللعيبه ايه؟ المدرب حط ايده على العناصر ولا لسه بنقول لسه؟ لا هو الراجل لسه هيعمل جديد ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله. مبدئيا كده الاهلي النهارده كان ليه شكل.
تمام. الراجل الحمد لله احسن من الماتش اللي فات. بكتير هو بكتير. النهارده كنا متعشمين في تريزيجيه يكون احسن من كده. لسه كله زيزو فاق، اللعيبه بدات تفوق، ديانج ما يقعدش على الدكه، لازم يبدا. مروان عطيه وديانج لما يرجع باذن الله نرجع باذن الله امام عاشور باذن الله امام حته ثانيه هيغير الشكل تماما. هيضيف الاهلي كتير جدا. طبعا باذن الرحمن الدوري اهلاوي وباذن الله افريقيا اهلاويه. ان شاء الله. بس انا كان ليا بس كان تعليق بسيط على محمد معروف النهارده. تمام. كان متحامل شويه على الاهلي. هو يعني الكره بتاعت الطرد ممكن تعدي، بس هو قال لهاني، قال له اطلع من الناحيه دي، هاني عاند يطلع من الناحيه الثانيه. لا بس انا كنت شايف ان هو متحامل حتى في المنظر الاولاني. الى حد ما بصراحه بس الاهلي ولا حكام ولا اي حاجه، فرحنا طبعا صالحنا عن المره اللي فاتت. اكيد